مساء الخير عليكم، وحشتوني جدا. رجعت لكم بفيديو جديد وبسيط من قناة معكم سحر في المطبخ. النهاردة هعمل معاكم ابسط طريقة للبسبوسة، وفيها تكة بتاعة الحلوانية اللي هما مبردوش يقولوا عليها. هي مكوناتها بسيطة جدا وان شاء الله هتعجبكم وتطلع مرملة ان شاء الله. هنا 3 كوبايات دقيق سميد. انا هعملها بجوز الهند، انتي براحتك، مش عايزة تعمليها الا المكون بتاع جوز الهند ده. وده بنزود له حوالي ربع كوبايه لبن. تمام، انا حطيت 3 كوبايات دقيق سميد، معيار الكوبايه دي. تمام، وكوبايه سمنه، كوبايه جوز هند، كيسين فانيليا، كوبايه وربع لبن. المكون بقى السحري اللي هو بتاع الحلوانيه اللي مبردوش يقولوا عليه، اللي هو الشربات او العسل. عندك عسل نحل مفيش مشاكل، عندك شربات عاملاه مفيش مشاكل، الاتنين واحد. تمام، انا هنزل بشوية من السمنة كده على العسل، علشان لما احطه على دقيق السميد ما يجمدش تاني. تمام كده كده خلاص، الاتنين اتجانسوا ببعض، استحالة اهوت زي ما واضح هنا كده تقريبا اهو. طبعا السمنة مش سخنة، السمنة سايحة باردة. تمام، وهنا هفضي هنا دقيق السميد. اظن مفيش اسهل من كده بسبوسة، ولا تعقيدات ولا حاجات غريبة تتحط ولا الكلام ده. هفضي الظرفين الفانيليا. انا عن نفسي بحبها الفانيليا فيها كتير، فهحط كمان ظرف. تمام كده، وهنزل بكوبايه، الكوبايه مش مليانه، جوز هند ناعم. تمام كده اهوت. طبعا السمنه مع الشربات. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده الاتنين دابوا ببعض. فالعسل دلوقتي سواء العسل الشربات او العسل النحل مش هيجمد، وهيبقى متكتل حتت وحتت في البسبوسه. بعد ما بتستوي بتلاقيه بقى حتت وحتت كده كتل. لا، هتلاقيه دلوقتي داب مع السمنه كده اهو. دابوا مع بعض، وهنزل عليهم بالكوبايه وربع لبن. بسم الله الرحمن الرحيم. وهقلبهم. وهنا بعد ما قلبتها كده، ونسيت اقول لكم في المقادير معلش، ان انا حطيت كوبايه سكر بس دوبتها مع اللبن علشان يبقى السكر دايب، ميبقاش فيه حتت للسكر. تمام، وهننزل بالمقدار كده يكون واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. نسويها وكده اهو. بعد ما فضيتها اخبطها خطوتين كده لو في اي هوا يخرج. وغير كده كمان الصينيه تبقى سوا واحد. المقدار 3 كوبايات عمل لي صينيه 32. وهدخلها على فرن حاميه على الرف الاولاني لمده من 10 لربع ساعه. وبعد كده هنعمل مع بعض الشربات. هنعمل
دلوقتي كوبايه سكر، بسم الله الرحمن الرحيم، وكوبايه ونص ميه. دي كوبايه ميه اهو، وعصره ليمونه، نص ليمونه. تمام اهو، وهسيبهم يغلوا على النار. الشربات يبقى خفيف مش تقيل، والشربات سخن والكنافه سخنه، وهرجع لكم ان شاء الله لما تستوي الكنافه. كده بعد ما طلعت من الفرن قبل ما نسقيها بالشربات بالمنظر ده كده، هنسقيها بالشربات. الاتنين سخنين على فكره. ده دليل نجاحها ان هي بتشرب كل ما بعديها. بصي بتشرب ازاي، وخفيفه ان شاء الله. حلوه تعجبكم بامر الله. وكده بعد ما سقيتها خلاص بالشربات هسيبها 5 دقايق كده تتشرب. وبعد كده اي بقى مكسرات عندك مش عايزه تحطي براحتك. عندي انا سوداني وجوز هند. هرش حاجه بسيطه بس، ايه، دقيقتين كده قربت خلاص على فكره. ممكن ارش دلوقتي بس انا هسيبها لغايه ما تشرب الشربات بتاعها خالص وهرجع لكم تاني. انا هنا عندي شويه جوز هند متبقيين من حاجات رمضان، هرش عليها كده حاجات خفيفه كده، مش لازم اللي موجود عندك. عايزه تحطي حطي، مش عايزه تحطي براحتك. ممكن تسيبيها ساده برضو على فكره عادي، تبقى برضو حلوه. وعندي شويه سوداني اللي هو المجروش كده بالمنظر ده كده. يا رب تعجبكم ان شاء الله. وما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم مني كل جديد. كانت معكم سحر من قناه معكم سحر في المطبخ. بحبكم، مع السلامه، باي باي.